بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قلت اعمل معاكم المحوجه او اللقمه الصفراء زي ما بيقولوها، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. معايا كده دول كيلو ونص دقيق. الدقيق ده دقيق قمح، دقيق قمح هو الغله البلدي، الدقيق البلدي يا جماعه، مش دقيق الفاخر اللي هو بيتعمل به الكيك. ومعايا بيكنج باودر بيكنج باودر، ومعايا فانيليا، ومعايا ده عسل، ومعايا اللون المحوجة أو ريحة المحوجة اللي انتوا شايفينه ده، وسمسم، ومعايا كوباية زيت وكوباية سكر. وده اللي هو البيكنج باودر أو البيكو سو اللي هي البيكنج سودا اللي هي بتاع الكربونات بتاع الطعمية. كربونات الطعمية مش هناخده كله طبعا، هناخد ذرة منه، هتشوفوا الوقت في الفيديو. يبقى معايا كيلو ونص دقيق، ومعايا ريحة المحوجة أو لون المحوجة، ومعايا سمسم، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا، ومعايا بيكنج سودا اللي هي كربونات بتاع الطعمية، ومعايا عسل، ومعايا كوباية زيت وكوباية سكر بودرة. عايز تحط سكر عادي حط براحتك. هجيب كده بقى في البولة دي اللي هنزل بقى بالزيت اللي معايا. حطيت كوبايتين زيت، يعني الكوباية اللي انت شفتها، وكمان ضفت كمان كوباية. وده السكر البودرة. هخلط بقى المكونات دي كلها مع بعض، هخلطهم كويس جدا عشان السكر ميبقاش ليه اي اثر. وهنزل طبعا بالعسل معايا. انا مش عايزه اقفل الكاميرا، عايزه كل حاجه تبقى معاكم عشان تشوفوا الطريقه. عايز تعملها بالدقيق الفاخر براحتك، اللي هو بتاع الكيك براحتك، بس هو الدقيق ده كان متوفر عندنا في العيله تحت عند حمايه، فانا جبت منه شويه. هو اصلا اللومه اللي هي المحوجه او اللومه الصفرا دي ما بتتعملش الا بدقيق القمح، هي دي اصلها اصلا. الدقيق الفاخر ده هم اعترفوه ايام زمان كده ان هو كان في دقيق فاخر يعني، ما كانوا زمان بيعملوا الدقيق البلدي اللي هو الدقيق القمح. وهنزل كمان، نزلت بالعسل، هنزل بقى كمان باللون معايا بتاع المحوجة ده الأصفر الحلو ده. ده عامل زي الكركم كده ريحته، بس هو مش كركم، هو لونه بس كده. هنزل بشوية سمسم واسيب شوية عشان احطهم على الوش. انا مسرعة الفيديو عشان ما اطولش الفيديو عليكم. او ذرة الكربوناتو، كربوناتو بتاع الطعمية، كربوناتو يا جماعة بيجي من عند العطار. هحط ذرة واحدة بس كده عشان ما يمررش معايا، متحطوش كتير يعني ذرة واحدة. وهنزل كمان بالفانيليا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. ده عشان اللي ما تعرفش تعملها، هي طريقتها سهلة قوي. هنخل الدقيق، هو الدقيق اصلا كان منخول وانا ما كنتش اعرف. حماتي قالت لي ده منخول، بعد ما خلصت قالت لي ده منخول وانا ما كنتش اعرف، بس برضه قلت مش مشكلة لان انا خلته يعني. كان عندي بقى المنخول الصغير ده، وعندي واحد تاني بس انا جه في ايدي بقى ساعتها عملت بيه. هنزل كمان بقى بالبيكنج باودر معايا، هو كيس واحد بس بيكنج باودر. انا مش هحط ذرة ملح عشان حاطه اللي هي الكربونات يا جماعة. هدوب بقى كله كده، قاعدة اقلب كده ببعضه. ما هي ما بتتعجنش يعني، يا دوب بتلمها بس، يعني ما بتتعجنش زي العيش، هي بتتلم. وما هي زي الكيكة، عشان ما حدش يقول لي زي الكيكة، هي مش زي الكيكة، اظن انتوا كلكم عارفينها يعني. هلم بقى الخليط ده كله معايا. انا كمان هنا زودت شوية الدقيق الفاضيين اللي فاضلين معايا، كانت ربع كوباية زودتها برضو، حسيت العجينة طرية فزودت كمان الدقيق معايا هون. صلوا على النبي كده يا جماعة. وما تنسوش بقى اللايك، تسرحوا في الفيديو وتنسوا اللايك، واللايك بيرفع الفيديو عشان الناس كلها تشوف. هدوب بس كده، انا بلم بس يا جماعة، بس مش بعجن، انا بلم مش بعجن، بلم كله عشان الدقيق اللي معايا ده يختفي. لو لاحظت لو لاحظت كده ان ايدي بتلم العجين، مش بعجن فيه. شوف، ايوه كده يا جماعة، شوف ايدي نضفت كمان منها. شوف هي عاملة ازاي معايا، مفيش ولا نقطة دقيق في الطبق اللي معايا. وجبت بقى الصينية دي دهنها زيت، هي كده كده مش هتلزق معاكي. طب صينية بس ألمونيا حلوة كده ومش هتلزق معاكي. هخبزها بقى كده في الصينية دي كلها. هخبزها بقى كويس كده.
بس بلم لو في حاجة في ايدي بلمها. جربوها يا جماعة، حلوة. تفطروا بقى الصبح، تتعشوا بها يعني، او بين الوجبات عادي، مع كوباية شاي بلبن بقى او كوباية شاي. انا بقى كنت عاملاها عشان ولادي طبعا، مطلعين ميتين كده في الاكل وما بياكلوش، فقلت اعمل دي ياكلوها احسن. وفيها عسل اسود طبعا، وغذاء للعسل الاسود حلو. حطها بقى في الفرن كده وارجع لكم. كده بقى لما خرجتها من الفرن، انا حطها في الفرن اللي هو ده العادي ده، اللي هو الغاز ده، مش فرن البوتاجاز، عشان فرن البوتاجاز ما ياخدش الصينيه دي كلها. هقطعها بقى كده، وهتشوفوا بقى الوقت الحلاوه والجمال بتاع المحوجه او اللقمه الصفراء. كده بعد ما انا قطعتها، شوفوا يا جماعه، ولا لازقه في الارضيه ولا اي حاجه، ما شاء الله. والارضيه بتاعتها عامله ازاي، ما شاء الله عليها، ومستويه من جوه. شوفوا عامله ازاي. ايه رايكم بقى؟ قولوا بقى ايه رايكم في الكومنتات. ولو الطريقه عجبتكم بقى قولوا ايه رايكم. وعايزين اي وصفه سهله واقتصاديه قولوا لي في الكومنتات، وانا تحت امركم. يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وما تنسوش في اللايك بيرفع الفيديو يا حبايب قلبي. ايه رايكم؟ الكاميرا كانت عاكسه معايا الاضاءه، بس هي حلوه وشكلها حلو وطعمها كان ما شاء الله حلو. شوفوا يا جماعه الصينيه نضيفها من تحت ازاي، ما لزقتش ولا اي حاجه. وهي كده بعد ما حطيتها بقى في الطبق ده اقدمه معاكم. عايزه بقى كوبايه شاي بلبن كده وتقعدي تاكلي ما شاء الله، الف هنا على كل طبعا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. يا جماعه بفتحها لكم تاني مره، بقول لكم ان السوا بتاعها حلو، وهي استوت على طول، ما بتاخدش 10 دقايق في الفرن يعني، متقعدهاش ساعه زي الكيكه ولا الكلام ده خالص. اتمنى بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، والوصفه تكون سهله، وتجربوها ان شاء الله، وتقولوا ايه رايكم في الكومنتات. واشوفكم بقى في فيديو جديد يا حبايب قلبي، في فيديو جديد ومع السلامه. اشوفكم بقى، اسيبكم بقى، كملوا الفيديو. مع السلامه يا حبايب قلبي.